أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الرجوع للأساسيات. النهاردة هنعمل شوربة الفراخ بطريقة مختلفة شوية عن اللي اتعودنا عليها، طريقة تديها ريحة حلوة وما يكونش فيها أي زفارة. فلايك وسبسكرايب ويلا بينا على المطبخ. اول حاجة هنتعلمها هي ازاي نغسل الفراخ علشان ما يكونش فيها اي زفارة تماما. انا الفرخة دي نقعتها لمدة 3 ساعات في محلول ملح مية، بغطيها مية وبحط عليها معلقة كبيرة ملح واسيبها لمدة 3 ساعات او لحد ما تفك تماما. ما بحطش خل. بعد كده بشطفها من المية والملح وبفرش على الحوض كيس، ما بحطش الفراخ على الحوض مباشرة، وبكون بفضياه تماما من اي مواعين او اي حاجة علشان لو طرطشت الفراخ وانا بشطفها ما يجيش على اي حاجة من الحاجات دي، لان احنا عارفين ان طبعا غسيل الفراخ ممكن يسبب عدوى السالمونيلا. ازاي ان انا اشيل اي زفارة من الفراخ تماما؟ هي بالطحينة. معلقة كبيرة من الطحينة بتكفي ان انا اغسل الفرخة كلها، مش محتاجة دقيق ولا محتاجة ملح ولا اي حاجة خالص. انا بس نقعتها 3 ساعات في المية والملح، بعد كده بطلعها من النقع ده واحط عليها معلقة كبيرة من الطحينة وابتدي ادلك كده الفرخة يمين وشمال. ولو عايزين تقطعوها برضو انا عاملة فيديو عن طريقة تقطيع الفراخ ل8 قطع، هحط لكم اللينك بتاعه في الصندوق الابيض فوق. بنبتدي كده ندعك الفراخ بمعلقة الطحينة ونزود شوية مية بس من الحنفية علشان تساعدني في ان انا اوزع الطحينة بشكل متساوي على الفرخة كلها. بعد كده هغسل الفراخ تحت المية، وعلشان كده انا فضيت الحوض تماما وحوالين الحوض من اي حاجة، علشان زي ما انتوا شايفين تحت المية بيحصل طرطشة طبعا غصب عننا، فعلشان كده لازم نكون مفضيين الحوض من اي حاجة حواليه. بغسل الفرخة بقى وبغسلها كويس قوي من الطحينة، وبشيل الطحينة خالص من على الفراخ من جوه ومن بره وتحت الجلد. الطريقة دي بس الطحينة يا جماعة بتخلي الفراخ ملهاش أي ريحة وما عندهاش زفارة خالص، ولما بنعملها في الشوربة ما بتبقاش فيه أي ريحة زفارة، وبالعكس بتدي الفراخ طعم حلو. والطريقة دي أنا بغسل بيها الفراخ علشان كل حاجة، مش عشان الشوربة بس، يعني بغسلها كده لما أكون هأشويها أو لأي حاجة تانية. بعد كده هننضف الحوض. بعد ما نضفنا الفراخ انا بستعمل كلوروكس الجل دوت موجود في السوبر ماركت، والفرشة دي مخصصة لتنظيف الحوض، انا سايباها بس لتنظيف الحوض. دي انا كنت جايباها من ايكيا وهي موجودة في كل محلات الادوات المنزلية. بحط من الكلوروكس على الحوض وابتدي ادعك كده بالفرشة. هي بتعمل الكلوروكس بيعمل رغاوي لوحده كده، وده بطريقة انا بضمن بيها ان انا اعقم الحوض وحواليه بعد ما اكون خلصت الفراخ، علشان لو جاء يعني اي مية طرطشت كده او كده اكون انا نضفت وضمنت ان انا عقمت كمان الحوض والمنطقة اللي حواليه. ده غير كمان انه الكلوروكس الجل دوت يعني حلو جدا جدا اصلا للحوض الستانلس، بيلمعه كده وبيخليه بيلمع هو والحنفية كمان. يعني تعملوا بيه الحوض والحنفية وأي حاجة ستانلس عموما، بينضفها كده ويلمعها ويخلي شكلها حلو. وكمان بضمن ان انا عقمت كل حاجة استعملتها حوالين الفراخ. انا اصلا كده كده كل اسبوع بغسل الحوض بالكلوروكس. دي حاجة بتحافظ لي اصلا على الحوض وتحافظ عليه كده بيلمع، ومش بحتاج من الاسبوع للاسبوع ان انا انضفه جامد. يعني ده بيعتبر تنظيف كده عميق للحوض، بيفضل بقى بيلمع وبيحافظ على نظافته ولمعانه طول الاسبوع. شايفين الحوض بقى نظيف ازاي وبيلمع بعد ما نضفته وشطفته بالكلوروكس.
فجربوا الطريقة دي بجد مش هتندموا عليها. نرجع مرة تانية للفراخ. الحلة اللي نسلق فيها الفرخة أنا بفضل تكون ستانلس، بحطها على نار متوسطة لعالية لحد ما تسخن كويس، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة أو الزيت. أنا بحط زيت زيتون، أي مادة دهنية انتوا بتفضلوها، وأسيبها تسخن مع الحلة. بس خلي بالكوا انه لو حطيتوا زبدة ما تتحرقش وتقلب بني، فأنا أفضل زيت. وبحط عليه المنكهات بقى والحاجات العطرية كده اللي تدي ريحة حلوة. بحط فصين حبهان و3 فصوص مستكة وورق لورا، واسخنهم على النار كده مع الزيت. طبعا هي دلوقتي خلاص الريحة بقت تحفة جدا في المطبخ، وهو يعني هي دي الريحة اللي هتاخدها الفراخ، والطعم كمان بتاع الفراخ بيفرق بقى جامد جدا لما نعمل كده. بعد كده لما بحمر بقى الحاجات دي كده شوية وتبتدي تطلع ريحتها كده والمستكة تدوب، ببتدي أضيف الفرخة على النار كده تاخد صدمة من كل النواحي بتاعتها. ما تخافوش يعني هتعمل كده طرطشة بسيطة. بعد كده بقلبها الناحية التانية وابتدي يعني ايه اغلف الفراخ كده بالصدمة دي من كل النواحي، بحيث ان المسام بتاعة الفرخة تقفل والجلد يمسك. بعد كده بكون مسخنة مية اللي انا هسقي بيها الشوربة. المية اللي انا بحطها على الفراخ لازم تكون سخنة. هغطي بقى الفراخ بالمية دي لحد يعني ايه لحد ما تغطي الفرخة كده. آم، يعني مش عارفة اوصف لكم الريحة، يا ريت اقدر ادي يعني ابعت لكم الريحة من الفيديو. بجد ريحة المطبخ ريحة الشقة حلوة كده ويا سلام. الشوربة اصلا في الوقت اللي احنا داخلين على الشتاء اهو دلوقتي، والشوربة كده بتدفي. بعد كده بقى لما تبتدي تغلي وتعمل الريم على الوش، هنبتدي نشيل الريم واحدة واحدة كله قبل ما اضيف الملح او الفلفل او البصل. انا بس دلوقتي حاطة الحبهان والورق اللورا والمستكة. وعلى فكرة الطريقة دي للشوربة انا بعملها في اللحمة وبعملها كمان في الارانب وفي البط. في اي حاجة هتتعمل شوربة هي دي نفس الطريقة اللي انا بعملها، وبجد بتفرق في الطعم جدا جدا. ومش تحتاج بقى ان انتي تحطي ماجي ولا يعني اي حاجة، هي خلاص هي اخدت الريحة الحلوة. ودي الطريقة اللي بيعملوها في المطاعم. بالمناسبة المطاعم يعني النظيفة اللي بتهتم بجودة الاكل، دي الطريقة اللي بيعملوا بيها الشوربة. خلاص كده المية غلت وانا شلت الريم. هبتدي اضيف بصلاية متوسطة متقطعة كده 4/4، وهضيف كمان معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بغطي وبسيبها ساعة وربع لساعة ونص. بعد ساعة ونص بتبقى استوت كده وبقت جميلة وريحتها تحفة، وتتشرب مع عصرة ليمونة كده في الجو ده بجد رائعة. خطوة اختيارية تماما للي عايز يعملها. في طاسة أنا بدوب معلقة زبدة، وببتدي أحمر قطع الفراخ بتاعتي، بقسمها ل4/4، وابتدي أدي للجلد كده تحميرة بتدي طعم طبعا، يعني بتعلي بقى طعم الفراخ عشان ما يكونش بس مسلوق عادي. بس على فكرة أنا بحب أصلا الفراخ المسلوقة من غير ما اديها وش كده تحمير ولا حاجة. بس يعني لو عايزين ندلع كده الفراخ بتاعتنا نقدر نعمل الخطوة دي، فهي دي حاجة اختيارية تماما. وبس كده بتكون الفراخ معانا جاهزة، نشربها بالهنا والشفا، أو نسقي بيها الرز، أو نسقي بيها الخضار، أو نعمل بيها أنواع شوربات تانية زي شوربة الكوسة، شوربة الذرة. وهحط لكم لينك الفيديو اللي عاملة فيه شوربة الذرة وشوربة العدس. أتمنى إنه الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.